سوف يحدثها هذا الدستور الجديد، منها نائب الرئيس الذي من المفروض على المعارضة أن تفاوض جيدا من أجل إذا لم تستحوذ على هذا المنصب على الأقل تضع شخصية تكون مقربة من الجميع. ومعنا من الجزائر أحد أبرز وجوه هذه المعارضة الجزائرية البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، جبهة العدالة والتنمية، سيد الأخضر بن خلاف. الأخضر بن خلاف، قراءتك لهذه الحكومة الجديدة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، هو الأصل أنه ليس من العدل أن نحكم على تشكيلة حكومية بالفشل قبل أن نرى عملها في الواقع، لكن الكتاب كما يقال يعرف من عنوانه. فهذا التغيير الحكومي جاء في إطار الاستمرارية بنفس الوجوه التي مل منها الشعب الجزائري، ونفس السياسات التي تميزت بالفشل وسوء التسيير والرداء والفساد، وهي التي أوصلتنا إلى الطريق المسدود الذي نعيشه اليوم. ومن ثم فنحن سميناها حكومة مكافآت وولاة، لأن التعبير الحكومي لم يخرج عن دعاة العهدة الرابعة بما فيها حزب الإدارة هذه المرة التي دخل بقوة ورمى بثقله في خيارات السلطة، وهو حاضر ب6 ولاة في الحكومة، وهذا في ظل صعوبة استقطاب المجتمع المدني وأحزاب المعارضة التي رفضت الالتحاق بهذه الحكومة. فوكلاء العهدة الرابعة الذين أصبحوا مرفوضين عند الشعب الجزائري بسبب فشلهم في تسيير قطاعاتهم وإهاناتهم للشعب الجزائري، وكذلك يعني الولاة الذين عملوا على تضخيم نسب المشاركة إلى نسب في الحقيقة للأسف لم نحبها إلا في الحزب الواحد. اليوم نجدهم قد كوفئوا على عملهم بترقيتهم إلى يعني وزراء وتمكينهم من وزارات حساسة كالأشغال العمومية والسياحة للأسف الشديد. يحدث في الحقيقة كل هذا أمام المطلب الملح للشعب الجزائري بتغيير هذه الوجوه الفاشلة والمقصرة والمفسدة كذلك، ولكن للأسف الشديد نحن البلد الوحيد الذي لا يقال فيه المسؤول أو يستقيل بسبب فشله، وهذا في غياب ثقافة المحاسبة سواء بالنسبة للوزير أو بالنسبة للحكومة. ومن ثم نرى اليوم بأن كل الحكومات المتعاقبة على رقاب الجزائريين تذهب دون أن تقدم حصيلتها أمام هذا الشبه برلمان اللي راهو موجود ولو أخلاقيا، كي يتمنى لهم وللشعب الجزائري معرفة ما تم إنجازه. وأنت تثير هنا نقطة مهمة جدا، هذا غياب أيضا، يعني أنه مثل ما تقول يعني ربما بين قوسين حكومة موح، نستعير ربما التعبير الشعبي الجزائري قهوة موح، يعني اشربوا روح. حكومة موح يعني استوزر وروح، يعني بدون فعلا يعني أليس من المفروض مثلا أن يناقش البرلمان حصيلة كل وزير؟ مثلا وزيرة الثقافة تم الاستغناء عن خدماتها، وإن مصادر إعلامية جزائرية تتحدث أن ربما موعودة بمنصب آخر باستخلاف ياسمين خضراء في المركز الثقافي الجزائري. هذا ما تنقله بين قوسين، طبعا المصدر ليس مؤكد، الخبر ليس مؤكدا. مثلا وزيرة الثقافة لماذا لا يتم، أو وزير الشؤون الدينية كذلك، لماذا لا يتم الاستماع في جلسة في البرلمان تقييم ما قاموا به مثلا؟ هو الأصل أخي جمال أن كل حكومة الأصل أن تقدم يعني حصيلتها قبل أن أتكلم فيما بعد عن الوزراء، لأن المادة 84 من الدستور يعني تلزم الحكومة بأن تقدم حصيلتها ما يسمى ببيان السياسة العامة كل سنة. ولكن نحن هذه القاعدة التي أصبحت اليوم هي أهو طموح اشرب وروح ذهبت خلال 2 الآن. ذهبت حكومة يحيى ولم تقدم حصيلتها، ذهبت حكومة سلالة الأولى ولم تقدم حصيلتها، ذهبت حكومة سلالة الثانية ولم تقدم حصيلتها، واليوم تأتي حكومة جديدة لا ندري هل ستقدم حصيلتها أم لا. أما بالنسبة للوزراء الذين ذكرتهم فهم فعلا هناك من الوزراء من حالت
حولهم شكوك وذكروا في فساد وفشلوا حتى في تسيير قطاعاتهم، والفساد مس كل القطاعات. هذه وزيرة الثقافة حسب تقرير مجلس المحاسبة توزع المال العام على جمعيات وهمية ليست موجودة ومؤسسات وهمية ليست موجودة، والأدلة موجودة في تظاهرة تلمسان، والآن موجودة في تظاهرة قسنطينة، وهي تعترف بذلك وتأتي البرلمان وتقول لو أنني فعلت ذلك من أجل الجزائر، وإذا أردتم أن تأخذوني إلى سجن الحراش فأخذوني. ولكن في لجنة المالية التي اليوم رئيسها هو وزير في هذه الحكومة تقول هذا الكلام لأنها تعلم بأن ليس هناك محاسبة ولا عقاب. هذا وزير الشؤون الدينية كذلك الذي فشل في تسيير قطاعه، والفساد مس حتى ميزانية الحج، و9 قطاعات في الحكومة السابقة لم يقدروا حتى على توظيف 140,000 منصب شغل. يعني في 9 قطاعات وزير الشؤون الدينية لوحده 30,000، والقطاع يعاني من الأئمة ومن الذين يعملون في المساجد وهم يعملون بعقود ونام، ولكن للأسف يذهبون هكذا بدون حساب وبدون عقاب. أكثر من ذلك بعض الوجوه التي أساءت للشعب الجزائري وذكر اسمها في الفساد والملفات أمام العدالة وأمام القضاء، والشعب قد مل منهم وطلب بإلحاح بأن يذهب هؤلاء، واليوم قد رقوا إلى وزارات أخرى أكثر حساسية من الوزارات التي كانوا يشغلونها من قبل، لأنهم يعلمون بأن الشرط كي تكون وزيرا ليس الكفاءة وليس القدرة وليس تحقيق الأهداف، ولكن الشرط هو أن تكون ولي أو قريب من صاحب النعمة ومن ولي أمرك، وتزمر وتطبل للعهدة الرابعة كي توضع فيك الثقة، مثل ما كان اليوم بالنسبة للولاة الذين ضخموا نسبة المشاركة إلى نسبة لم نحدها إلا في الحزب الواحد، فقد رقوا إلى وزراء. ومن ثم في غياب المحاسبة والتقييم وتقديم الحصيلة أمام البرلمان وأمام الشعب، ومن حق كذلك البرلمان إذا كان هناك برلمان أن يلتمس المراقبة يعني بالتصويت، ويمكنه إسقاط الحكومة أو إسقاط الوزير الذي لا يقوم بعمله، ولكن في إطار الدوس على المؤسسات والدستور وعدم تطبيق المادة 84 من الدستور وجلب سلال كي يكون مدير الحملة الانتخابية دون أن تجدد الحكومة وإرجاعه إلى منصبه دون أن نعرف هل استقال أم أقيل. في ظل هذه الأمور عندما تختلط الأمور وتصبح ليست هناك مؤسسات دستورية تحترم، فحدث ولا حرج على ما يقع اليوم في الحكومة، ما وقع في الحكومات السابقة وما يقع يعني مستقبلا، لأن كل الحكومات نذرت نفسها لتطبيق هذا الوهم، هذا البرنامج الرئيسي الوهمي الذي لا نعرفه، وهم يقومون بأعمال ينسبونها إلى هذا البرنامج الذي أظن أنهم يعني لا يعرفون هذا البرنامج. طيب ماذا عن تنسيقية وحزبكم أحد الأحزاب فيها تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وما هي خارطة طريقكم الآن مع هذه الحكومة الجديدة ومع بداية العهدة الرابعة لبوتفليقة؟ تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي هي تجتمع دوريا كل أسبوع وتحدد المعالم الكبرى لتنظيم الندوة التي تريد أن تنظمها في أواخر ماي تحت عنوان مستقبل الجزائر في ظل الانتقال الديمقراطي. وقد اجتمعت البارحة ودرست الأرضية التي أعدت من طرف اللجنة السياسية المشكلة من جميع الأطراف، وقد ناقشتها لساعات وساعات لمدة 5 ساعات تقريبا، ولم تفصل فيها وستناقشها في الأيام الماضية تحضيرا لتلك الندوة. وهي اليوم تتصل بجميع الأطراف التي تكون إضافة إيجابية في الحضور لهذه الندوة من المعارضة والأحزاب والشخصيات، وهي تتصل بالجميع بدون إقصاء في ظل تعدد التنسيقيات التي وجدت، فهي تتصل بالجميع من أجل إنجاح هذه الندوة التي تكون في شهر ماي. وعلى هذا الأساس أن هذه الأرضية
ستكون وثيقة الضغط إذا تبناها الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات السياسية ومن الشخصيات السياسية ومن الشخصيات السياسية ذكر اسم اليمين زروال، هل تلقيتم ردا منه؟ والله هذه الشخصية موجودة في القائمة وهناك اتصالات متقدمة، ولكن ولكن اليوم لا أريد أن أذكر أسماء الشخصيات وماذا وقع معهم، ولكن نحن في اتصال دائم، والإخوان في هذه التنسيقية كل واحد أو مجموعة مكلفون بأحزاب وشخصيات، فقيمنا الاتصالات التي تمت في الأسابيع الماضية البارحة وكانت جد إيجابية، وأعددنا قائمة خلال هذا الأسبوع كي يتم الاتصال ونقيم الأمور إن شاء الله في اللقاء الدوري الذي يكون الثلاثاء القادم بإذن الله. فقط أقول بدون إقصاء، وإلا من أقصى نفسه، والاتصال يكون بكل من أننا نعتقد أن يكون إضافة إيجابية في هذه الندوة. شكرا جزيلا لك الأخضر بن خلاف البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية. صادق أمين، هذه الحكومة الجديدة وصفت بأنها أيضا حكومة تكنوقراط، غلبت التكنوقراط على من الإدارة وعلى السياسيين ومن أحزاب سياسية. هناك من قرأ في